مساء الفل عليكم. كلمتين صراع كده عن ماتش الديربي، عشان بصراحة أنا كنت عايز أتكلم وأجلت الموضوع شوية. كان عندي كام نقطة كده على كولر، بس نتجنبها دلوقتي لأن كولر مكمل عادي، مفيش أي حاجة. والراجل مكمل لحد كأس العالم إلا في حالة إن النتائج تسوء، دي قصة تانية. ماتش الأرسنال خلص 1-1، الدنيا تمام. أنا جاي بس عشان أتكلم عن جراديشار. جراديشار أنا كنت شايف إن هو الراجل لسه عنده كتير هيقوله، وبصراحة الراجل طلع لسه عنده أكتر هيقوله. جراديشار مشكلته الوحيدة إن هو مش عارف يتواصل مع اللعيبه. يعني في لعيبه كتير في الاهلي، انا طبعا محرج وانا بقول الموضوع ده، ما عندهمش انجليزي. لعيبه بتتكلم عربي وبدون ذكر اسماء يعني، ومش عارفين يتواصلوا مع اللاعب. جراديشار بيتكلم انجليزي، وللاسف لعيبه الاهلي مش عارفه، مفيش بينهم لينك. ايجابيات جراديشار بالنسبه لي، الراجل هيدر كويس جدا، سواء على الجون او حتى ان هو بيعرف يتحرك او يباصي كتير بدماغه والكره عاليه. ويعني الكره جايه له على الطاير، بيعرف يودي او يحرك الكره في الاتجاه اللي هو عايز يحركه. امبارح عملها كذا مره في ماتش الزمالك. النقطه برضو اللي من ضمن الايجابيات ان هو راجل شايف، يعني الراجل حتى لو هو بعد عن ال 18 هو عارف بيعمل ايه. عمل جون لامام عاشور من حوالي ماتشين تقريبا بوش رجله، يعني الاسيست لوحده اصلا كان حكايه بعيدا عن الجون. بجانب كمان الاسيست بتاع ماتش امبارح لبن شرقي، بن شرقي حكايه. رايق هادي، نزل ربع ساعه قلب الماتش، بعيد عن ان برضه كان عنده مشكله ان الجون جه بسبب ان هو ما بيغطيش، وكلنا عارفين ان بن شرقي مش بيغطي. ولكن ده اول ماتش ليه، فخلينا نشوف هل هيبقى ليه تعليمات بعد كده او لا. المهم خلينا في جراديشار. جراديشار عمل اوفر. يعني انا بصراحه لازم يكون حد لعيب كوره اللي يعمله. لو عمله اول مره ماشي، لكن دي مش اول مره. برضه عملها في بدايه الماتش ده، بدايه ماتش الديربي، عملها في اول الماتش. بس عواد دخل لحق الكوره وعرف يطلعها. غير ده كله هو الراجل بينزل يستلم. لو رحت له في ال 18 بيعرف يروح على الجون. فلا بصراحه انا شايف ان هو لسه عنده كتير هيقدمه. لاعب انت وانت بتلعب معاه مرتاح. الراجل بيلعب الكره السهله. الكره دلوقتي محتاجه تتباصى، هباصي. والله في عنده مساحات هتلاقيه بيرمي الكره ويجري وراها، عنده السرعات. فانا شايف ان جراديشار ووسام انا مش لازم اخسر حد فيهم، انا ممكن العب بالاثنين عادي جدا. الموضوع ده ممكن يعمل خطوره اصلا على كل الفرق اللي انت هتلعب قصادها، اي فريق ايا كان. فانا اقدر اخلق طريقه العب بيها ان انا العب بالاثنين دول. فترات كتير كان بيعتمد كولر على طريقه 5 2 3 5 2. فدي طريقه مناسبه جدا، كان بيلعب بثلاث مدافعين ويحط العش. فلا في كذا طريقه انا اقدر العب بيها اخدم على الاثنين دول، وانا شايف ان هم يبقوا موجودين. والايجابيه الثانيه احمد رضا. احمد رضا لو كمل بالمستوى ده، احمد رضا مستواه بيتطور جدا. آه، هو هيبقى موجود مع مروان عطيه في وجود امام عاشور. ده نص ملعب بصراحه يتقل اي حاجه. والثلاثه مش دفاعيين، يعني امام عاشور احنا عارفين ان هو هجومي. احمد رضا ومروان عطيه الاثنين دول هم بيبقوا عارفين مطلعين الكوره ازاي، لعيبه كوره.